بص، لو عاوز تهتم بصحتك من غير لا دايت معقد ولا مكملات ولا وجع دماغ، الفيديو ده معمول علشانك حرفيا. أنا مريت بكل حاجة ممكن تتخيلها: التخبيط والتمرين اللي مش بيكمل والدايت اللي بيبوظ بعد يومين، لحد ما اكتشفت إن الحل أبسط من كده بكتير. خليني أقولك على حاجة: الصحة مش معقدة، إحنا اللي بنعقدها. في الفيديو ده هشارك معاكم روتين بسيط جدا، على فكرة ينفع تبدأه من بكرة من غير ما تشتري حاجة ولا تغير نظام حياتك كله. خطوات صغيرة بس تأثيرها كبير جدا. أول حاجة، شرب المية أول ما تصحى. أول ما تقوم من النوم كوباية مية كبيرة، بس كده. أيوة، جسمك كان نايم من 7 ل8 ساعات من غير أي ترطيب. أول كوباية مية بتصحي جسمك وبتنشط عملية الحرق. تاني حاجة، حركة خفيفة 5 دقايق قبل ما تفتح الموبايل، حتى اعمل أي حركة: تنطيط، نط الحبل، تمارين ضغط، أي حاجة تفوقك. تالت حاجة يا صديقي، الفطار مش لازم يكون مثالي. لو مش بتفطر عادي، بس لو هتفطر اختار حاجة خفيفة: بيضة، زبادي، فاكهة. المهم ابعد عن السكريات العالية والخبز الأبيض أول اليوم. النقطة رقم 4 بقى يا صديقي: وجبة واحدة متوازنة في اليوم. لو انت مش قادر تظبط أكلك طول اليوم، ركز على وجبة واحدة متكاملة: بروتين، خضار، نشويات بسيطة. مش لازم تاكل 6 وجبات أو تعمل صيام متقطع من أول يوم. خامس نقطة بقى يا صديقي: المشي، ولو حتى 10 دقايق. أبسط عادة وأقوى تأثيرا: المشي بعد الأكل أو في أي وقت. 10 دقايق بس كفاية إن هي تحرك الدم وتفك عضلاتك وتخليك تحس بطاقة. سادس نقطة والأهم: النوم الكويس أهم من الدايت يا صديقي. والله العظيم لو بتاكل أكل ممتاز وبتنام 3 ساعات، جسمك هيخرب. نام من 6 ل8 ساعات وخلي النوم ثابت. أنا كنت فاكر إن الحل في المكملات أو إن أتمرن بالساعات، بس لما ركزت على العادات دي بس، حياتي بدأت تتظبط. حسيت بطاقتي بتزيد وتركيزي بيعلى ونفسيتي ارتاحت. أنا بدأت بالمية والمشي بس، وكل مرة كنت بضيف عادة جديدة. وصدقني من غير أي ضغط أو إحساس بالذنب، بقيت أحس إني ماسك زمام أموري. وبقالي شهور ماشي على النظام ده من غير دايت صارم ولا تعب. دلوقتي عايز أعرف منكم إيه أكتر عادة صحية ملتزمين بيها أو نفسكم تبدأوها. اكتبلي في الكومنتات وأنا هتابع معاكم شخصيا. وخليك فاكر، انت الأهم، انت الأول. خليك دايما الأول في حياتك، صحتك وراحتك أهم، وخلي دايما وضعك ثابت على وضعك.